يا السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا بأتم الصحة والعافية. لوين وصلنا؟ يعني إذا المرأة ما ائتمنت زوجه من تئتمن. إذا المرأة ما طرح الصورة عن زوجه، عند من تطرحين؟ هذا الرجال أبو الأزرق اتصايح مرته قالت له طلقني. هو إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. أنا ما أعرفش بعض الرجال اللي ما عند أماتهم كرامة، لما المرأة تقول له يا أخي طلقني يعني عفتك، ليش ما تطلقش؟ ماسك بيه بإيدك وأسنانك. هو زواج إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. المرأة ما بتقول لك طلقني إلا وقد يغاثي منك، ما بتقولش من سلأ، ما بتقولش من بطرة، إلا من قرفك، إلا من زقرك، أو إنك غلطان. حالات نادرة مرة مطشوشة هبلة، لكن لا تعد من النساء العاقلات. المهم إنه الرجال المحترم هذا الغير محترم هذا قام يهدد أسرة مرته إنه بينشر صور أبو عروسه هو هي، ويهدد أهله رجعوا لي مرتي ولا رجعوا لي مرتي، بعد محاولات عديدة. طبعا هذا أخو المرأة كانوا ناس واعيين، لما أختهم قالت أنا مشيش الرجال هذا وقفوا معاها، مش كبقية يعني أغلبية الأسر ارجعي بيت زوجك وغاصب ومدري مو، رجعوها مكسورة. وقفوا مع أختهم قالوا له يا أخي بنتنا ما تشتيك، خلاص طلق. وهو لا دحيس إلا اشتي ولا اشتي ولا اشتي، عديم كرامة، طشاش خزن بقت شعيبي، مدري بقت عوني، مدري بقت ضالعي، مدري بقت سحولي، قات اموات. قام راح خزن وراح وشلي البندق ويهدد لا بيت مرته اللي كان يهدد ينشر صوره بالسوشيال ميديا، مش السوشيال، بالسوشيال ميديا. المهم راح لهناك، من كلمة لكلمة، من كلمة لكلمة، خرج أخو البنت هذه ودافع عن شرفه ومات. مات. والآن حكموا على أخو البنت أكيد بالسجن، وبيحكموا على إعدام. طيب بأي حق يجي زوج؟ أنا بتكلم الآن على الزوج، أو كيف طاوعك ضميرك إنه مكلف كانت ممكن تكون أم عيالك وأنت صاين عرضه وهي صاينة عرضك، إنك تهدده بصور؟ يعني إحنا قد سمعنا إنه بنت هددت ابن بصور، قام يصور الكبت حقه وهي هددته، زمان سمعنا. سمعنا إنه ابن يهدد بنت بصوره عشان ترجع له، عشان الشبياس، عشان هذا. لكن زوج يهدد زوجته بصوره عشان ترجع له، كبتي إيمانك. قامات هذا وقامات قزلك. بس أنا أتكلم على الرجال الجايين والنساء الجايات، لوين عنوصل؟ إيش رأيكم بالموضوع هذا؟ إنه رجال يهدد مرته بصوره ويزيد يروح يتهجم على بيت مرته بالسلاح، يشي مرته غصبة. هذا مش حب، هذا مرض وغثى ومش رجالة. واللي عمله أخو المرأة والله العظيم هو الصحيح. هو لو كان بو دولة داخل وكان بو نظام وقانون، عندما عملوا منشور، لما عمل منشور وقال الرجال هذا تعدى على كل المذاهب، وعمل منشور انه الرجال هذا ينشر صور اختي وشي، ما تحركش الدولة. فالرجال الطرح ميت. الان ينزلوا ذاك اعدام بس لانه ما بش دولة. لعنة الله على اشباه الرجال.